وبعد كده طلعتها وهنشوف هنعمل فيها ايه. حبيت الاول احطها في الثلاجه عشان اللحم يشرب من الخلطه اللي احنا حطيناها ويبقى طعمها كده حلو ولذيذ. وهنكون مقطعين بصلايه كبيره والفلفل بتاعنا حامي وبارد. وهقول لكم هنحطهم امتى. هنا جبت صينيه او طاسه اللي عندك، حطيت فيها معلقه كبيره من السمنه وهسخنهم كويس وهنزل عليهم بالورك او اللي انت هتعمليه. هديها كده صدمتين من على الجنب ده والجنب ده ياخدوا لون كده حلو. بصي لو الصينيه بتاعتك فيها لسعه بسيطه زي دي مش مشكله، حط عليها وهتطلع اصلا وهتبقى طعمها حلو في الخلطه. انما لو اللسعه كبيره وكده لا اغسليها واستعمليها تاني على نظيف عشان ما تبقاش مضره. انما لو لسعه بسيطه هي بتطلع واصلا بتدي طعم حلو. حطيت كده البصله تبلت معانا، هنزل بقى عليها بالفلفل وهديها تشويحه، يعني اديها تشويحه كده، خليهم يغيروا اللون شويه ويتبلوا كده قدامنا بالشكل ده وعلى نار عاليه. وما نحطش سمنه تاني، كفايه المعلقه اللي احنا حطيناها. وبعد ما تبلوا معانا هنزل عليها بنص معلقه من الفلفل الاسود عشان يتبلوا، وهنزل عليهم بالورك. انا حبيت اديهم تقليبه كده مع بعض عشان الخلطه اللي هي البصل والفلفل يدخل في قلب الورك وكده. وبس بعد ما قلبتها تقليبه بسيطه خالص مش كتير، هنزل بقى عليها بكوبايه من الميه السخنه. انا مليت نص صينيه ميه سخنه وبس. اول ما تغلي هوطي النار نص توطيه واغطيها واسيبها بقى لحد ما تشرب الميه اللي فيها. وده شكلها النهائي وحقيقي من احلى الوصفات للفراخ اللي ممكن تجربوها. طعمها زي المشويه واحلى، عملناها على البوتاجاز من فوق مش في الفرن. وكمان الصوص اللي نزل منها اللي هو البصل والفلفل بجد طعمهم كان حلو قوي.